مساء الخير، جاي أكلمكم عن حاجة بخصوص افتتاح المتحف الكبير والزيارات اللي بتتعمل للمتحف وللمواقع الأثرية وللفيديوهات والترندات اللي بتتعمل بمناسبة افتتاح المتحف. لو انت مش عارفني أول مرة تشوفني، فأنا اسمي دعاء، خريجة قسم الآثار المصرية، وجاي أكلمك بحكم إن شخص درس علم المصريات لمدة 4 سنين من حياته واهتم إن هو يطور نفسه في المجال ده. فخليني أقول لك في البداية إن أنت مصري ومن حقك والأولوية ليك إنك تنزل المواقع الأثرية وتكون فخور بحضارتك وبتاريخ أجدادك المصريين القدماء، ولكن خليني أكلمك في مواضيع كده أنا وإنت فاهمينها مع بعض. طيب ايه المواضيع دي؟ هقولك على حاجة. هل انت مهتم انك تنزل مثلا متحف او تروح الاهرامات او تروح اي موقع اثري بغرض انك تفهم الاثر ده بيتكلم عن ايه، ولا بغرض انك تتصور وخلاص؟ هقولك على حاجة، 90% من الشباب بيكون رايح بغرض ان هو يتصور وخلاص. وخليني اقولك على اكبر دليل عندنا. هل انت دلوقتي على السوشيال ميديا كنت بتشوف نسبة كبيرة جدا من الشباب بتنزل المواقع الأثرية وبتعمل فيديوهات وتيك توك والكلام اللي احنا شفناه في الفترة الأخيرة دي، ولا علشان الموضوع ترند؟ ومعلش، احنا اغلبنا كشباب بيجري ورا الترند. فانا معاك ان الترند بتاع المتحف الكبير دي حاجة كويسة جدا لينا، وكويس ان احنا بقينا بنشوف اثارنا بنظرة تانية غير ما كان في ناس الاول شايفة ان هي شوية حجارة ايه لازمتها، يعني انا حتى لو رحت اتصورت جنب شوية الحجارة دي ايه اللي هيتغير يعني. وفي ناس ممكن تكون طول حياتها ما راحتش زارت الهرم مثلا، رغم ان احنا بقى بنقعد ناخد في المدرسة اهرامات الجيزة الثلاثة وهرم خوفو احد عجائب الدنيا السبعة، ولكن الناس هتلاقيها عندها 40 سنة ولسه ما راحتش الهرم. تعال اقولك على حاجة، انا معاك انك انت الاولوية ليك انك تنزل المواقع الاثرية، بس في شوية حاجات لازم تراعيها. من البديهي ومن المسلمات ان كل مكان وليه القوانين بتاعته، بس القوانين العامه اللي لازم تكون عارفها اللي هي الف ب، انت نازل زياره لازم تبقى عارف الحاجه دي. ومن يعني بتبقى اعتقد ان هي تبقى حاجه كده عقلانيه مننا، ان ما ينفعش نلبس القصر ده. يعني مثلا ايه تمثال رمسيس او اي قطعه اثريه، يعني القناع بتاع توت عنخ امون ده هتلاقي مثلا ينفع تروح تلمسه؟ يعني انت بتعمل ايه على القصر؟ وبعدين الناس اللي بتحط ليب جلاس للقصر، يعني الليب جلاس ده اصلا نحطه لنفسنا، لكن القصر هنحط له ليب جلاس ليه؟ طيب انت او انتي كصانع محتوى او انت بتقدم حاجه على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا دي في اطفال بتشوفنا، صح انا وانت عارفين ان في اطفال بتشوفنا، اخواتنا الصغيرين ماسكين التليفونات 24 ساعه. هل انت ينفع انك تروح تعمل حاجه غلط وطفل يشوفك ويقلدك؟ لا ما ينفعش. طيب يبقى انت ما ينفعش تروح تلمس الاثر، ما ينفعش تروح تمسح بالمنديل على الاثر. هي اكيد حتحور ما كانتش اشتكت لك، يعني حتحور ما عندهاش برد وما اشتكتش لحضرتك ان هي عندها برد ومحتاج تمسح لها مناخيرها، ولا التمثال التاني اشتكى لحضرتك ان شفايفه جافه ومحتاجه ترطيب. احنا بناخد الموضوع ككوميديا، واحنا معلش كمصريين شعب فرفوش كده بيحب الضحك والهزار والفرفشه. انا معاك، انت فرفش واضحك وهزر واعمل اللي انت عايزه وتصور وروح المواقع الاثريه واعمل كل اللي انت عايزه، بس بلاش ارجوك تلمس الاثر، بلاش ارجوك تعلي صوتك وانت جوه المتحف. احترم ان في ناس، تمام، هتلاقي مرشد سياحي ومعاه الجست بتاعه بيشرح له، ينفع حضرتك تقعد تعمل دوشه؟ فانت هتبقى ايه، بتقطع على الناس التانية بقى، هم مش هيسمعوا شرح المرشد اللي معاهم. وما ينفعش انت كمرشد تبقى بتعلي على المرشد اللي قصادك بقى، احنا مش داخلين تحدي. كل واحد يتعلم ان احنا لازم في المتحف نتكلم بصوت واطي، وطي صوتك وتصور براحتك. ويا جماعه يعني المفروض في اماكن ما ينفعش تصور فيها بفلاش، احترم بقى، يعني احترم انك ما ينفعش تصور بفلاش، ما ينفعش تلمس الاثر، ما ينفعش تمسح الاثر. يعني ده بالنسبة للناس اللي مش عارفة، ادينا بنعرفكم يا جماعة، الحاجات اللي احنا قلناها دي ما ينفعش تعمل. ده غير بقى شوية قوانين تانية كتيرة انت اكيد هتشوفها على البيج الخاصة بصفحة المتحف المصري، وعلى فكرة في مواقع كتير اخبارية بدأت تنزلها، وهنزلها لك القائمة دي كلها في الكومنتات عشان انا مرضاش اني ابخل عليك بمعلومة ابدا. طيب بالنسبة بقى الامارات البنات اللي زي السكر، البنات اللي في كليات راقية، البنات اللي بيقال عنهم ان هم تعليم عالي، يعني اللي هو انت في مرحلة الجامعة وكده انت بيقال عنك تعليم عالي، يعني دي حاجة معروفة صح، يعني انت عقلك ده راقي كده، انت راجل خلاص، يعني المفروض بتؤهل انك خارج لسوق العمل. ده اذا ما كانش في ناس مننا شغالة اوريدي وهي لسه في الدراسة. فحضرتك يا استاذة يا واعية يا ناضجة يا عاقلة، ما ينفعش
المدير بتاع المتحف يقولك ما تلمسيش القصر وتروحي تضربي القصر على وشه، وكمان تنزليها وانت بتضحكي، وكمان كاتبه ان انت عارفه الغلط ورحتي عملتيه. نعقل الموضوع شويه، نعقل الموضوع شويه، نظهر بشكل حضاري، نظهر بشكل حضاري. انت بمثابه سفير لبلدك، اي نعم المرشد السياحي هو اكتر شخص سفير لبلده، بس انت كمواطن في اي موقع اثري او في اي حته في الدنيا انت سفير لبلدك. انت المرايه اللي بتعكس صوره بلدك، واحنا بلدنا جميله ما تستاهلش مننا ان احنا نشوه صورتها قدام ناس تتمنى يبقى عندها 1% من اللي عندنا. بس كده.